في وقت بنعدي عليه كلنا، بنبص حوالينا ونقول هي الناس دي ماشية كده ليه؟ هو أنا اتأخرت؟ هو أنا مشيت غلط؟ نبص نلاقي اللي حوالينا اتجوز واشتغل وسافر ونجح واتشهر واحنا واقفين، أو يمكن ماشيين بس حاسين إننا بنلف في دواير. بس تعال أقولك حاجة، لسه الوقت قدامك. أيوة والله، مهما حصل، مهما عدى من سنين، مهما وقعت، طول ما انت بتتنفس لسه عندك فرصة ولسه تقدر. مين قال ان البداية ليها سن؟ مين قال ان النجاح ليه ميعاد؟ دي حياتك وانت اللي بتكتبها، مش حد تاني. ولو حتى اتأخرت، افتكر ان التأخير مش دايما خسارة، ساعات بيكون ترتيب. في ناس بدأت حياتها من أول وجديد بعد سن 40، بعد ما خسروا كل حاجة، بس كانوا بيؤمنوا بأنفسهم. وده المفتاح، الإيمان بنفسك. عاوز تبدأ؟ ما تستناش الظروف المثالية، ابدأ بالإمكانيات اللي عندك. لو عاوز تتعلم، افتح يوتيوب وتفرج. لو عاوز تغير جسمك، البس جزمة وانزل امشي نص ساعة. ابدأ مهما كانت الظروف. عارف كولونيل ساندرز بتاع KFC؟ بدأ مشروعه وهو عنده 65 سنة. كان معاه وصفة فراخ وراح بيها أكثر من 1000 مطعم قبل ما حد يوافق يجربها. شايف لو كان استسلم ما كانش فيه حد أكل KFC أصلا. الفكرة إن كل الناس اللي نجحت كانوا عاديين، بس عندهم حتة جواهم بتقول ما تستسلمش. وأنا جاي أقول لك نفس الكلمة النهاردة، ما تستسلمش. اوعى الخوف يشلك، الخوف من الفشل، الخوف من كلام الناس، من إنك تغلط. بص حواليك، كل الناس بتغلط، اللي بيكمل وهو اللي بيستفيد من الغلط، مش اللي بيهرب منه. وأكبر فشل إنك تبطل تحاول. النجاح مش لحظة، النجاح رحلة، وأجمل ما فيها إنك تشوف نفسك بتتغير واحدة واحدة. ما تقولش أنا ضعيف، قول أنا لسه في أول الطريق. ما تقولش ضاعت سنيني، قول اللي جاي بتاعي. ما تقولش أنا مش زي فلان، قول أنا مختلف وليا وقتي. افتكر، اللي بيتأخر ساعة بيوصل أحسن. شوف والتر ديزني اتفصل من جورنال لأنه مش مبدع كفاية. شوف ازاي اسمه دلوقتي بقى رمز للسعادة والخيال حوالين العالم. صدقني، اللي عندك كفاية، مش لازم تكون خارق. خليك حقيقي، خليك شخص بيحاول. كل يوم خطوة صغيرة، وكل خطوة هتقربك لحاجات كبيرة. عاوزك تسأل نفسك دلوقتي، ايه اللي موقفني؟ ايه اللي خايف منه؟ ايه اللي هيفرق لو فعلا بدأت النهاردة؟ اوعى تسيب اليوم يعدي زي اللي قبله، خلي فيه فرق. قوم اعمل حاجة بسيطة بس جديدة. ابدأ كتاب كنت مأجله، اتصل بشخص كنت مشتاقله، خد خطوة لحاجة نفسك فيها. كلنا بنعدي بلحظات ضعف، بس الفرق ان اللي بينجح هو اللي بيحضن الضعف ويقوم بعده قوي. سامح نفسك، ايوه سامحها، على كل تقصير، كل غلطة غلطتها، كل لحظة كسلت فيها. ما تفضلش ماسك في الندم، سيبه واتحرك. اللي جاي محتاجك تكون حاضر، مش عايش في اللي راح. افتكر دايما، اللي اتأخر ما راحش، واللي جاي يستاهل. لو عجبتك الحلقة، ابعتها لحد بتحبه، ممكن تكون سبب في انه يبدأ من جديد. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضربنا باللايك الجميل عشان نكمل في رحلتنا نحو النجاح.